سيدنا إدريس عليه السلام واحد من أقدم الأنبياء الموجودين. يقال إن هو حضر سيدنا آدم في أواخره، وأثناء ما هو بيأدي الدعوة بتاعته بإنه ينصح الناس بدأ يظهر له كمية كفار معارضين، وكان بدأ يوصل الإيذاء بتاعهم ليه ولأتباعه إنهم كانوا هيخلصوا عليه. فقرر إن هو يهاجر من الرافدين ويروح على أرض اسمها مصر. مصر في الوقت ده كانت فاضية، ما كانش فيها غير النيل، وكانت الدنيا حواليها عبارة عن فراغ. فقرر إن هو هيبتدي هناك هو وأتباعه إن هم يبنوا حضارة، وربنا سبحانه وتعالى كان بيرزقه العلم، وإنه كان بيطلع ياخد العلم من السماوات ويرجع ينزل بيه. فكان من أول الحاجات اللي عملها إنه وسع مجرى نهر النيل، بدأ يديهم علوم زي الفلك والهندسة والطب. فهنا أنت أكيد فكرت، معقولة إن سيدنا إدريس هو كان أول ملك لمصر وهو اللي أسس الحضارة المصرية؟ هقول لك لا، وده لأن أصلا الحضارة المصرية جت بعد الطوفان بتاع سيدنا نوح، وسيدنا إدريس عليه السلام كان عارف بالطوفان ده لأن سيدنا آدم كان مبلغهم إن في طوفان جاي. ما كانش مبلغهم الطوفان في أي يوم بالظبط، ولكنهم كانوا عارفين إنه جاي، زي ما احنا كده ربنا سبحانه وتعالى مبلغنا إن في يوم قيامة. احنا ما نعرفش هو إمتى، ولكن احنا عارفين إن هو بإذن الله سيأتي لا محالة. وهنا بقى في بعض الكتب زي كتاب حسن المحاضرة اللي بيتكلم عن سيدنا إدريس عليه السلام لما عرف إن الطوفان جاي قرر إن هو يسيب كل العلوم والمعرفة اللي ربنا اداها له ويحفظها في مكان. المكان ده على حسب بعض الروايات هو الهرم الأكبر، ولكن في روايات تانية بتقول إن هو بنى زي مبنى يقدر إن هو يصمد قدام الطوفان لحد ما الطوفان يعدي والمية ترجع تاني زي ما كانت، والمعرفة تنتقل للجيل اللي بعديه. والمفترض إن اللي لقوا المعرفة ديت هم المصريين القدماء واستعملوها عشان يبنوا الأهرامات. طبعا قصة سيدنا إدريس أكبر من كده بكتير، محتاجة لها فيديوهين مثلا لوحدهم، ده بالإضافة طبعا لصعوده ووفاته في السماء الرابعة عند ربنا. فكده احنا عرفنا قصة سيدنا إدريس، وإن ممكن والله أعلم يكون ربنا جعله سبب في بناء الأهرامات.